كشفت شبكة بي إن سبورت القطرية يومه الجمعة استناداً لمصادرها نوعية إصابة الدولي المغربي نصير مزراوي. وأفاد المصدر ذاته أن مزراوي يعاني من إصابة بتورم في العظم العلوي للورك، مبرزاً أن ذلك يعني غيابه عن المباراة المقبلة للمنتخب المغربي ضد بلجيكا. وكان مزراوي قد خضع أمس الخميس لفحوصات بالرنين المغناطيسي لتحديد نوعية إصابته والحسم في حضوره في مباراة بلجيكا من عدمه. وتعرض لاعب بايرن ميونخ لإصابة خلال مشاركته رفقة المنتخب المغربي في أول مباراة بمونديال قطر 2022 ضد كرواتيا، مما جعله يعجز عن إكمال المقابلة ويغادر ملعب البيت في الدقيقة 60 تاركاً مكانه ليحيى عطية الله. يشار إلى أن المنتخب المغربي يواجه نظيره البلجيكي لحساب الجولة الثانية من المجموعة السادسة لكأس العالم بعد غد الأحد بملعب التمامة انطلاقاً من الساعة 2 بعد الزوال بتوقيت غرينتش.